السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية إعدادي، نبدأ مع بعض حل النموذج الثاني من كتاب الامتحان. طبعا احنا حلينا النموذج الأول وقلنا طبعا في نهايته يلا يا بطل راجع وحل النموذج الثاني. يلا بقى عشان تراجع معايا إجاباتك وشوف أنت عندك كام سؤال خطأ، وطبعا أتمنى إن ما يكونش فيه أخطاء، وراجع إجاباتك معانا وبلغني في الحصة. طيب السؤال الأول بيقول لي إيه يا أبطال؟ صوب ما تحته خط. يقول لي العوامل المؤثرة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تستهلك أو تتغير. طبعا أنا بتكلم عن حاجة اسمها العوامل الحفازة، تمام؟ هي دي اللي بتزيد من سرعة التفاعل دون أن تستهلك أو تتغير. طيب بيقول لي الفركتوز من السكريات العديدة، لا ده من السكريات الأحادية، تمام؟ طيب بيقول لي بقى الأشكال التالية تعبر عن حالات المادة الثلاثة الرئيسية. احنا عندنا الثلاثة الرئيسية اللي هي الصلبة والسائلة والغازية. طب يا ترى بيقول لي ايه هنا يا أبطال؟ تعال نشوف كده السؤال. بيقول لي أولا تعال نشوف كده دي مع بعض كده، دي هتبقى السائلة ودي هتبقى الصلبة ودي طبعا هتبقى الغازية. طب تعال نشوف بيقول لي ايه. ما الحالة التي يعبر عنها كل شكل من الأشكال الثلاثة؟ يبقى احنا لسه قايلين، يبقى الأولى دي يا مستر سائلة، دي كده صلبة، دي طبعا عشان بعيدة خالص يبقى غازية. طب جميل. ما نوع حركة جسيمات المادة 2؟ المادة 2 ديت يا حبايبي اللي هي المادة الصلبة. يبقى نبدأ نقول كده، نكتب تهتز جسيمتها يبقى تهتز في موضعها، يبقى الجسيمات بتاعتها تهتز في موضعها دون طبعا أن تنتقل. طيب سؤال طبعا مهم جدا، لموضع آخر. يبقى دي يا حبايبي تهتز في موضعها دون أن تنتقل لموضع آخر، يعني ما تروحش في مكان تاني. طب يا مصر، لما بيكون مثلا التسخين، احنا قلنا بالتوصيل، دي طبعا بتبدأ تسخن فبتهتز فتروح جاية ملامسة للي جنبها وهكذا، ولكن لا تنتقل الجسيمات من مكان إلى إيه؟ إلى آخر. طيب سؤال اتنين بيقول لي وضح خصائص سكر المائدة قبل وبعد الاحتراق. طبعا هنقوله هنا قبل الاحتراق. قول انت بقى اوصف السكر كده يا مستر. طبعا بنقوله مادة صلبة، طبعا بيضاء، عديمة سكر بقى، الصحي بقى السكر الجميل، عديمة الرائحة. تمام ماشي، يبقى عديمة الرائحة، يبقى مادة صلبة بيضاء عديم الرائحة. طب نكتب هنا بعد الاحتراق. بعد الاحتراق ايه اللي بيحصل؟ وشوفنا الفيديو، بيبقى مادة سوداء. المادة السوداء ديت مع تصاعد ايه؟ دخان طبعا، وبيبقى فيه طبعا رائحة ايه يا حبايبي؟ رائحة او رائحة قوية. يبقى عندنا كده تلات حاجات، مادة سوداء في تصاعد دخان رائحة قوية. أما قبل الاحتراق قلنا إيه يا حبايبي؟ مادة صلبة بيضاء عديم الرائحة. طيب جميل. كيف يستدل على تصاعد غاز النشادر اللي هو NH3 من فوهة أنبوبة اختبار؟ السؤال ده أنا هعرف إزاي إن عندي نشادر. تمام، هنكتب كده. طبعا النشادر ده إيه اللي أنا ممكن أستدل بيه؟ طبعا باستخدام شريط دليل إيه؟ يونيفرسال. يبقى نكتب كده عند تقريب شريط دليل يونيفرسال. تمام. إيه اللي يحصل يا مستر محمد؟ نكتب كده طبعا لازم يكون المبلل بالماء إلى فوهة الأنبوبة بيتغير إيه يا حبايبي؟ بيتغير لونه. يبقى باستخدام دليل يونيفرسال. طبعا دليل يونيفرسال مبلل دوت إيه اللي هيحصل؟ بيتغير إيه؟ لونه. جميل جدا. السؤال التاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. يقول لي من العمليات الانعكاسية. طبعا سؤال زي ده أنت طالب فاهم. إحنا مثلا لما عملنا المخطط بتاعنا قلنا هنا مثلا آدي، نعملها هنا عشان تذاكر كويس، آدي صلبة وآدي سائلة وآدي غازية. قلنا من الصلبة للسائلة اسمها يا حبيبي انصهاء طبعا بالتسخين، ومن سائلة الغازية قلنا طبعا تبخر.
وقلنا طبعا من سائلة الغازية قلنا تكثف، وقلنا من سائلة لصلبة قلنا ايه تجمد. انا هنشوف بقى الاتنين اللي هما ايه يا مستر، يعني مثلا دي ودي كده مثلا يبقى متعاكسين، دي ودي كده يبقوا متعاكسين. تعال نشوف بقى مين اللي جايب ليه. بيقول لي الانصهار والغليان لا، بيقول لي الغليان والتبخر لا، تجمد وتكثف لا. طب بيقول لي الانصهار والتجمد، طبعا انت شايف ايه يا حبيبي اهو قصاد عينك، يبقى انت كده طالب فهمان وليس بتكتب اجابه فقط، يبقى الاجابه ج. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي يمكن الحصول على نقط، يمكن الحصول على المواد غير المتجدده من الاغلفه التاليه ما عدا الموارد غير المتجددة. طبعا هيكون الإجابة من الغلاف الحيوي. يعني المواد الغير المتجددة اللي هي زي إيه يا مستر محمد؟ ممكن نقول اللي هي زي البترول. تمام كده. اللي هو الغاز. طب ده هيجي منين؟ من الغلاف الإيه؟ الحيوي. تمام كده؟ ماشي. تعالى لسؤال بقى. يقول لي الرادياتير يمثل نظام أساسي في كل المركبات، السيارات يعني. ما أهمية الرادياتير في المركبات؟ اكتب كده. طبعا بيعمل كنظام تبريد. طب نظام التبريد ده يا مستر محمد بيعمل عليه بقى؟ يعمل على حماية محركات السيارات من التلف. طب التلف ده أو هيحميها من إيه؟ طبعا بفعل، برافو عليك، اللي بقى الحرارة المرتفعة. يبقى ده حاجة مهمة ولا مش مهمة؟ طبعا مهم يا مستر محمد. طيب يلا السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما السائل المستخدم في الرادياتير ولماذا؟ طبعا هنكتب هنا السائل هو مين يا حبايبي؟ الماء. طبعا كلنا عارفين ليه بقى؟ لأنه يمتاز نكتب كده بسبب ارتفاع حرارته النوعية. تمام. وإن هو سائل ممتاز للتبريد، وسائل ممتاز للتبريد. يبقى ليه برضو؟ عشان بسبب حرارته ايه النوعية مرتفعة. طيب السؤال 2 سؤال جميل جدا، بيقول لي مما تتركب الجرانة؟ طبعا تتركب الجرانة، ممكن نكتب السؤال ده هنا كده، تتركب من مين يقول بقى؟ وحدات، برافو عليك، وحدات بنائية تسمى، الوحدات البنائية دي تسمى الأقراص. يصل عددها يصل عددها إلى 15 قرص أو أكثر. خد بالك عشان الأسئلة دي مهمة. يبقى وحدات بنائية، تمام، تسمى الأقراص، يصل عددها 15 قرص تقريبا أو أكثر. يعني هي 15 لقرص لكام؟ لأكثر. جميل. السؤال بيقول لي هنا ايه؟ وما نوع التفاعلات التي تتم فيها؟ طبعا كلنا نكتب ان هنا بتتم التفاعلات اسمها يا حبايبي التفاعلات الضوئيه. يبقى التفاعلات الضوئيه. يبقى انا وانا بقرا السؤال، سؤال زي ده طبعا سؤال مهم، ما تتسرحش. دايما الاسئله احنا بنجيبها بتتكون من جزئين. يبقى انت بتخطط قلم الرصاص، خلصت ده، تمام، ده لسه خلصت، اعمل صح. طيب بيقول لي اكتب المعادله الرمزيه المعبره عن التنفس الخلوي. طبعا التنفس الخلوي يا حبايبي اللي هو بيحتاجه الجلوكوز والاكسجين. نعكس بقى البناء الضوئي، يبقى هنكتب سي 6 اتش 12 او 6 زائد 6 اكسجين. طبعا هنعمل بقى سهم، هيدينا 6 ثاني أكسيد الكربون زائد 6 H2O اللي هو المية، زائد طبعا أهم حاجة ال ATP اللي هي دي مين يا حبايبي؟ طاقة. طبعا هو مش علينا في المنهج، ولكن كمعلومة ليك احنا بيدينا كل جزيء جلوكوز 38 ATP. سؤال 3 أكمل العبارات التالية بما يناسبها. تنتقل الحرارة في الفراغ بطريقة طبعا الإشعاع، والمواد الصلبة بطريقة التوصيل. طيب السؤال بيقول لي معدن نقط شفاف، عندنا معدن الكوارتز، إنما معدن نصف شفاف طبعا الميكا. طيب تعالى السؤال اللي بعده أو المايكرو. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب المعادلة الرمزية الموزونة المعبرة عن تفاعل محلول كلوريد الكالسيوم، تمام، الكالسيوم اللي هو Ca والكلور Cl،
وده أحادي اللي هو الكلور، وده ثنائي بنحط هنا 2 مع محلول كبريتات الصوديوم. الصوديوم رمزه Na والكبريتات SO4. طب الصوديوم أحادي، طب يبقى هنا نحط 2. طيب مع كتابة الحالة الفيزيائية لكل منهم. طيب ناس تركز معانا يا أبطال، هنكتب إزاي المعادلة دهية. نبدأ كده. أول حاجة شوف مكان بس بسيط كده، تمام، هنكتبها فوق، تمام، هنا فوق كده أهو. نكتب CaCl2، طبعا ده محلول يبقى الأقوى، تمام، زائد Na2SO4، طبعا برضو محلول يبقى الAQ، تمام. طبعا سهل. بص بقى احنا اتفقنا هنعمل ايه؟ موجب سالب، موجب سالب، الموجب مع السالب يبقى ايه يا حبيبي؟ برافو عليك. والموجب ده برضو مع السالب نبدأ، يبقى عندي ال Na2 وال Cl2 هناخد الاتنين عامل مشترك، يبقى NaCl اللي هو طبعا محلول كلوريد الصوديوم، يبقى A برضو الأقوى، زائد يلا اللي جاي بقى موجب مع سالب يبقى Ca، تمام، SO4 برضو أيضا إيه يا حبيبي؟ ها، هنا هيبقى صلب بقى، يبقى S، تمام كده، تمام. طبعا المعادلة دي مهمة جدا، وبتيجي طبعا في الامتحانات، وإن شاء الله المعادلة اللي تجيلك تكون بسيطة، وأنت طبعا تكون مذاكرها بإذن الله. طيب يبقى احنا كده حلينا المعادلة. طيب بيقول لي إيه يا بطل؟ بيقول لي ما أهمية نظام رادار الدي اي ار تي؟ نكتب كده. طبعا النظام ده اللي هو بيستخدم فيه تغيير مدار النيازك لحماية الأرض من اصطدامها بها، يعني عشان الأرض ما تصطدمش بالنيازك، فهو طبعا بيغير المدار. طيب قاعد كتابة المعادلة التالية بعد وزنها. طبعا معادلة جميلة والطلبة كلها بتكون بتتشجع إنها تحلها صح. طيب طبعا أنا اللي تحت ده مش هغيره، ده ثابت معايا. طب أنا عندي هنا 2N، طب أنا أعمل إيه؟ هروح جاي حاطط 2 هنا عشان يبقى أنا كده عندي ال N إحنا خلصناه، تمام كده، تمام. وأدي الاتنين دي هنا كده، تمام. يبقى كده ال N عندي مظبوطة، بسم الله ما شاء الله. طيب عندي ال H هنا 2، طب جميل. هنا عندي لو جيت نشوف 2 في 3 ب6، طب أعمل إيه؟ هروح جاي حاطط هنا كام؟ 3. يبقى كده المعادلة دي كمان وال H اتظبطت كده 100 100، والمعادلة هنا يا باشا موزونة. طب نكتبها بقى، يبقى N2 زائد H، حط 3 2 اتش 3 اتش 2، طبعا هيطلع هنا 2 ان اتش 3. طبعا معادله كده بقت موزونه، ودي يعتبر من اسهل المعادلات اللي موجوده في الكتاب، والطلبه طبعا كلها بتكون عارفه تحلها. طب بيقول لي ما اثر اذابه سكر الجلوكوز في الماء على درجتي غليان وتجمد الماء؟ طبعا نكتب كده ان ترتفع، احنا كلنا عارفين طبعا درجه الغليان بترتفع لو وجود اي شوائب، أو وجود مثلا سكر أو ملح. يبقى هنكتب كده ترتفع درجة الغليان عن كام يا حبايبي؟ عن 100 درجة سيليزية، وتنخفض درجة التجمد عن 0 درجة سيليزية. طبعا سؤال مهم جدا. آخر سؤال معانا السؤال الرابع يا أبطال، امتحان جميل جدا. النموذج ده أنا شايف إن هو يعني بسيط شوية عن النموذج اللي فات، ولكن فيه أسئلة أكتر، ولكن دي حاجة جميلة لصالح الطلاب، وهتوقع أسئلة كتيرة منها في الامتحانات، لأن طبعا المدرسين أو الموجه أو الأغلبية بيكون معاه النماذج، فطبعا بيقول برضو إن أنا ممكن نجيب منه سؤالين 3، ممكن نبدل. فطبعا أنت كطالب بتذاكر، وإن شاء الله ربنا يوفقك. طيب بيقول لي اكتب الرقم الدال على عدد ذرات الكربون في الجزيء الواحد من سكر الجلوكوز. طبعا 6 لسه حتى كاتبينها فوق. طيب يبقى نكتب 6 إيه؟ 6 ذرات كربون، تمام. ناخد بالنا عشان لو قال لي سأل في الكربون، سأل في الأكسجين برضو 6، سأل في الاتش برضو، طب ممكن يقول لك كلهم كام؟ يبقى خد بالك يا غالي. طيب بيقول لي عدد جزيئات الماء الناتجة من تحول 2 جلوكوز إلى مالتوز. السؤال ده يا جماعة احنا طبعا في المراجعة نبهنا عليه كتير قوي. 2 طبعا بيطلع جزيء مية، بيقول لي عدد جزيئات الماء الناتجة من تحول 2 جزيء جلوكوز، طبعا يبقى هنكتب جزيء ماء واحد، يبقى نكتب كده 1 جزيء. طبعا الناس فاهمة الجزئية ديت. وكمان على فكرة ممكن اجي اقول لك اكتب لي الصيغة بتاعت المالتوز، تمام، انا هكتبها لك اهو. يبقى سي كام بقى؟ 12
H22O كام 11. لو انت ما فهمتهاش هنا اعرف ابعت لي رسالة وقول لي يا مستر جت ازاي. تمام، لان المفروض الجلوكوز C6H12O6 C6H12O6. طب انا هنا لما اجمع عليهم 24 وهنا هلاقيهم كام؟ 6 و6 12. انت كاتب 11 هنا يا مستر او، كاتب 22 اتش. برافو عليك، سامعك يا غالي. طالب بيقول له يا ابني عشان احنا شلنا جزيء ميه، شلت 2 اتش 24 نقصت منهم 2 يبقى 22، وشلت منهم 1 او يبقى كانوا 12 بقوا كام 11. برافو عليك. طيب ما المقصود بالتوصيلية الحرارية؟ نكتب كده ان التوصيلية الحرارية مقياس لمدى قابلية المادة لتوصيل الحرارة خلاله. يبقى قابلية مدى أو مقياس لمدى قابلية المادة لتوصيل الحرارة خلاله. طب عملية الانصهار يا مستر محمد، طبعا كلنا أبطال وعارفينها من زمان قوي، إن الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة. نكتب كده تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. طبعا ممكن نقول بارتفاع أو باكتساب طاقة حرارية أو بالتسخين، صح. طيب يقول لي حدد المرحلة واسم التفاعل الذي ينتج عنه القدر الأكبر من الطاقة ال ATP في عملية التنفس الخلوي. طبعا يا أبطال كلنا عارفين اللي هي المرحلة الأخيرة اللي هي اسمها يا حبايبي أو المرحلة الثانية، لأنه عندنا هنا مقسمنا إلى مرحلتين. يبقى نكتب المرحلة الثانية. طبعا المرحلة الثانية ديت في التفاعلات، نكتب بقى في تفاعلات سلسلة نقل الإلكترونات. يبقى اسمها سلسلة نقل الإيه؟ الإلكترونات. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ وضح إحدى النتائج المترتبة على تباعد صفيحتان قاريتان عن بعضهما. نكتب كده سؤال رقم 3 يا حبايبي، نقوله تتكون قشرة محيطية جديدة أو قشرة قارية جديدة. تمام، يبقى يا إما تتكون قشرة محيطية جديدة أو قشرة قارية جديدة. وبكده نكون قد وصلنا لنهاية النموذج الثاني. امتحان جميل، امتحان شامل، يعتبر جايب أسئلة من كل الدروس. طبعا انت كطالب شاطر بتراجع مرة واثنين وثلاثة، ولو في اي استفسار بتقدر تبعت لنا، ابعت رسالة على الواتساب، ابعت كومنت في تحت الفيديو، في اي وقت شوفني في الشارع. المهم ان انت ما تسيبش نفسك سؤال ما انتش عارفه. تمام، يلا كنتم مع استاذ محمد عسل، معلم اول علوم الاحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.